أنت ذوقك خاين، ف لمّا تتقفش تبقى خاين وغبي. فلمّا تتقفش وتكون بِجِح وتبجّح في مراتك، يعني خاين وغبي وبِجِح كتير، كتير أوي. ما ينفعش تبقى بِجِح، ما ينفعش خالص. مراتك ضبطتك، تعرف إنّك عملت كبيرة من الكبائر، لأن ده أنت ما اتجوّزتش عليها ولا حاجة، أنت واحد بتروح هنا وهنا، ب ب بتعمل حاجة ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليها. باسمع كتير ناس بتصلّي، لأ يا حبيبي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكونك بتصلّي وبتعمل الفحشاء والمنكر، أنا والله أعلم يعني حسابك عند ربنا هيكون شكله إيه، لأن المفروض ربنا أمرك بالصلاة عشان تقابله 5 مرات في اليوم، تمضي حضور وانصراف، يا رب أنا باطيعك، يا رب أنا باعبدك، يا رب أنا فاكرك. ده فايدة الصلاة، تنهى عن الفحشاء والمنكر. حضرتك ما انتهيتش، تمام، ومراتك ضبطتك، تمام، تبجّح بقى كمان؟ لأ كده كتير. فإيه الصح لمّا حضرتك تتضبط؟ لازم تعتذر، ولازم تتوب وتستغفر، ولازم تطمّن قلبها وتحسّسها بالأمان. ما هي ليه مش يعني أول حاجة كتّر ألف خيرها إن هي بتسمع اعتذاراتك وبتحاول تسامحك، ساعدها. هل حضرتك لو في مكانها كنت أصلًا سمعتها؟ كنت أصلًا خلّيتها تنطق، كنت خلّيتها تتكلم، هتقولي لي: "لا إزاي أنا راجل وهي ست." راجل وست دي عند مامتك وعند خالتك، إنما عند ربنا راجل وست واحد، أنت وهي هتتحاسبوا زي بعض بالضبط، ما فيش أيّتها فرق خالص. ف مامتك وخالتك هم اللي فهّموك إنّك أنت مختلف عنّها، لكن أنت مش مختلف عنّها. فلمّا تتضبط اتضبط، اتضبط، خلّيك مضبوط، خلّيك مقدّر شعورها، حُط نَفْسك مكانها، كانت مديّة لك الأمان، كنت أنت الضهر والسَنَد، كانت فاكرة إن هي عايشة في حلم، السِت بتصحى على كابوس، فلازم تنتظرها لمّا تفوق وتروق وتهدى، وصدّقني لو أنت صادق في توبتك ربنا هيساعدك ومراتك هتسامحك. اللي بيخلّيها ما تسامحكش بسرعة إن هي بتكون قلقانة لا ترجع تاني. في ستات ما بتدّيش فرصة، ما بتفكّرش، بتاخد نَفْسها وتمشي. الست لمّا بتدّي لك فرصة دي ست محترمة جدًا، جدًا، كتّر ألف خيرها، شيلها على راسك وقُل لها خُدي وقتِك، وقُل لها ليكِ حق، وقول يا رب أنا تُبت. ده لو عايز ترجّعها، لو مش عايز ترجّعها سيبها لأهلها، سيبها لواحد يحترمها، سيبها لواحد يصونها. إنّما اللي أنت بتعمله ده مش صح خالص. تتضايق، تزعل، تكشّر، تخاصمك، حقّها، حقّها والّا مش حقّها؟ حقّها. فسيبها شوية، وبعد ما تسيبها شوية دول أنت معاملتك ليها وطبطبتك عليها وطريقتك معاها هي دي اللي هترجّعها لك، مش إنّك تقول لها طب غوري بقى أنا زهقت، يالّا بقى اعملي الغدا بعد يومين، 3، 4، 5 لأ زهقت بقى، ما تقعديش تقرفيني بقى وتقولي لي كنت خلاص عرفت إن أنا كنت قومي بقى جهّزي الغدا وبتاع. لأ يا حبيبي مش هتعمل كده، عشان لو أنت مكانها مش